بالزغاريد والدموع والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء مؤكدة ربنا رجع لها حق. بالزغاريد والدموع أعلنت والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال في تصريح خاص لليوم السابع عن إقامة عزاء بنتها يوم الثلاثاء المقبل بمسجد التوحيد والنور بإمبابة في شارع التوحيد، وذلك عقب تنفيذ حكم الإعدام فجر الثلاثاء بحق المستشار أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي المدني بقتلها في واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام المصري خلال السنوات الماضية. وأكدت والدة شيماء جمال أن تنفيذ حكم الإعدام أعاد للأسرة جزء من حق بنتها، قائلا: شيماء عروسة في الجنة وربنا رجع لها حقها بعد طول عذاب طويل. وتعود تفاصيل الجريمة إلى أول يوليو سنة 2022 حين أقام المستشار السابق أيمن حجاج على قتل زوجته شيماء جمال باشتراك مع صديقه حسين الغرابلي داخل مزرعة في البدرشين. قد أثارت الجريمة صدمة كبيرة وقتها، لتتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط الجناه وحالتهم للمحكمة التي انتهت بإعدامهم وتنفيذ الحكم فجر الثلاثاء.